هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذه الحكم في هذه الحالة. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض، نكمل، قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، مخالف على مدافع داخل منطقة جزائه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه، بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة ثانية في نفس الشوط أيضا مخالفة. شوف مع بعض، ركلة ثابتة وهناك سقوط للاعبين، انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق المغربي. نشوف مع بعض المسك من طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا، الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل، بهذا الشكل، واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه، نكمل اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيره في البطوله ركلات جزاء للمسك داخل منطقه الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركله جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراه واحده في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الاول، والنتيجه الفريق كان متاخرا بهدف، اعتقد انها حالات وانها اخطاء اثرت على نتيجه المباراه. هارد لك للمغرب ونتمنى لهم التوفيق في المباريات القادمه. كان ظالما للمنتخب طارق، وتحدث عن الخبير التحكيمي لبي ان سبورت، وتحدث عن ايضا الاعلام الاجنبي، ولكن ايضا ليس تمجد نعلق عليه الخساره. فما حققه المنتخب المغربي نعود ونذكر انه انجاز شرفنا جميعا، ولكن ويجب ان يكون انطلاقه لنا كاملين كعرب. نعم، رغم كل هذا مشاهدينا خروج مرفوعي الراس وكذلك الانجاز مستمر للمنتخب المغربي، باذن الله يكون من نصيبه المركز الثالث لكاس العالم. الفعاليات العربي راح نقول رفعوا الراس اليوم، المنتخب المغربي رفع الراس وشرفونا، وصلوا الى مكانه، وصلتنا الى مكانه عاليه من الطموح والامنيات. ما راح نقول لهم هارد لك، نقول لهم شكرا من القلب. بلا شك هذا المنتخب اعطانا الكثير من الدروس، علمنا كيف نتفائل، علمنا كيف نكون طموحين، علمنا كيف نكون دائما نتحلى بالامل، علمنا ايضا الثقه في النفس، علمنا كيف نقارع الكبار وكيف نضع لنا مكانا بين الكبار. ما حققه المنتخب المغربي رغم اقصائه اليوم في الدور نصف نهائي امام منتخب فرنسا هو اشبه يعني وانجاز اشبه بالاعجاز، هذا ما يمكن ان نقوله. كان علينا ان ننتظر ما يقارب القرن لنرى منتخبا عربيا ومنتخبا افريقيا في الدور نصف النهائي. كاس العالم انطلقت في 1930، نحن اليوم 2022 يعني 92 سنه لنرى فريقا عربيا وفريقا افريقيا في الدور نصف النهائي. لا اجد الا ان اقول لهم شكرا لكم، وما زالت الرحله متواصله، لان هناك مباراه لمركز ثالث امام كرواتيا يمكن ان يلعب عليها المنتخب المغربي وينهي المنافسه في مركز ثالث، سيكون خاتمه جيده لمشوار رائع.